السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. النهاردة هنعمل مع بعض دونات في البيت من نص كيلو. هنعمل كمية كبيرة وهنزين الدونات بتاعنا بأبسط المكونات. تعالوا نسمي الله ونقول المكونات بتاعتنا. معايا نص كيلو دقيق منخول كويس متعدد الاستخدام، معلقة كبيرة من الخل، 250 مللي من المية الدافية، كيسين فانيليا، بيضة كاملة، صفار بيضة، رشة ملح، معلقتين كبار من السكر، معلقتين هرميين من اللبن البودرة، وكيس من الخميرة الفورية. في البداية هجيب بولة انزل بالسكر والخميرة و200 مللي من المية الدافية وادوب كويس لغاية ما السكر والخميرة يدوبوا معايا، وهغطي البولة بتاعتي واخدها احطها في مكان دافي عشان الخميرة ترفع وتتفاعل. كمان المفروض المكونات فيها معلقة من الزبدة، انا كنت نسيت اجيبها. دي معلقة من الزبدة بدرجة حرارة المكان. هجيب العجان اللي هشتغل فيه وانزل بالدقيق، اللبن، رشة الملح، معلقة الخل، كيسين الفانيليا، البيضة الكاملة، صفار البيضة، وهقلبهم كويس مع بعض. بعدين هنزل عليهم بمعلقة الزبدة وهبس الزبدة مع الدقيق لغاية ما الدقيق يبقى عامل معايا زي الرملة المبلولة. دلوقتي بقى هجيب الخميرة بتاعتي اللي انا سبتها على جنب علشان ترفع، وهبدأ انزل بيها على الدقيق بتاعي. الخميرة اول ما ترفع وتعمل فوم بالشكل ده بتبقى خميرة كويسة نعجن بيها واحنا مطمنين، علشان كده بنخليها تخمر هي والسكر والمية الدافية لوحديها على جنب. دلوقتي هنشيل المضرب وبعدين نعجن بايدينا. انا الدقيق خد معايا 50 مللي المية اللي كانوا باقيين في الكوباية. انت الدقيق بتاعك ممكن ياخد 50 مللي وممكن يكتفي بال200 مللي اللي كانوا مع الخميرة، وممكن ياخدوا زيادة عن ال50 مللي بمعلقة تاني. المهم في كل مرة المية تكون دافية، ما تكونش مية من الحنفية او مية ساقعة. دلوقتي هلم العجينة من العجان وافضل اعجن فيها كويس لغاية ما تتلم بالشكل ده وتبقى عجينة طرية بس مش بتلزق. دلوقتي هضيف عليها معلقة تاني من الزبدة وهعجنها تاني معاها. هبص الاقي العجينة بتتقطع مع اضافة الزبدة عليها. هنفضل برضو نعجن، مش هنقلق. هنعجن لغاية ما ترجع تلم تاني من العجان وتبقى كورة واحدة، ويبقى ملمس العجين بتاعنا طري، تبقى العجينة بصوا مطاط. دلوقتي هجيب صينية اللي هسيبها تخمر فيها وهدهن ايدي بالزيت وهدهن الصينية بالزيت، والعجينة بتاعتي هقسمها لكورتين وهسيبهم على جنب علشان يخمروا. انا قسمتهم كورتين عشان لما ياخد الكورة الاولى اشتغل فيها تبقى الكورة التانية لسه بتخمر وما فرغتش الهواء والاختمار بتاعها. كده بعد مرور نص ساعة عليها وهي بتخمر هجيب بقى رشة دقيق صغيرة جدا وهمسح كده سطح المكان اللي انا هفرد فيه بالدقيق، وهجيب اول كورة وافردها معايا، والآلة اللي انا هستخدمها للفرد ادهنها بالدقيق عشان ما تلزقش معايا في العجينة. بعد ما فردت العجينة معايا بقى القطاعات. معايا هنا قطعت الدونت الجاهزة، لو مش متوفرة يبقى غطا برطمان، وهفرغ من النص بالبلبلة بتاع كيس الكريم شانتيه. بس انا عايزة حجم الدونت يكون اكبر من الحجم بتاع دول، فمعايا العلبة دي فرغتها وعملتها قطاعة وفرغت القلب ببلبلة الكيس بتاع الكريم شانتيه. دلوقتي بقى هلم العجينة اللي طلعت من الدونت اللي قطعناها ونسيبها على جنب تخمر، واجيب الكرة التانية اشتغل فيها وهكذا لغاية ما اخلص الكمية بتاعتي. ودي الكمية اللي طلعت من النص كيلو. هسيبها على جنب لمدة نص ساعة تخمر وهغطيها بأكياس مطبخ وبالفوط. بعد النص ساعة يكون اختمر معايا الدونت وحجمه رفع، هجيب طاسة فيها زيت متوسط على درجة حرارة متوسطة، النار تكون متوسطة مش عالية، وهنزل بالدونت بتاعي مش هلمسه لغاية ما يرفع وياخد لون من تحت. ابدأ اقلبه على الناحية التانية ياخد لون معايا هنا شبكة اطلع عليها الدونت، ما ينفعش اطلعه في طبق او على فوط او على منديل علشان الدونت ما يبقاش معجن وعامل مية كده من تحت، ويبقى بقوام ثابت زي اللي انتوا شايفينه ده. ودي كده الكمية اللي طلعت من النص كيلو. معايا للتزيين صوص شوكولاتة غامق وصوص شوكولاتة ابيض وفرماسيه، ومعايا صوص كراميل هزين بيهم بالشكل ده. والدونت خلص معانا ونص كيلو طلع لي كمية ما شاء الله كويسة جدا. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى انه يكون عجبكم. لو عجبكم استنى تعملوا شير ولايك للفيديو ودوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم لنا كل جديد، واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.